النهارده هنعمل تتبيله جديده للفراخ هتدي الفراخ طعم حلو قوي ومميز. كمان الخضار اللي تحتها يبقى شارب من نكهات التتبيله وعامل صوص تقيل ولذيذ جدا، هيخلي صينيه الفراخ بالخضار طعمها مختلف تماما عن اللي احنا متعودين عليها. لما تجربوها متاكده ان انتوا هتعتمدوها دايما في طريقتكم. يلا نشوف المكونات والطريقه بتاعتنا. اول حاجه نزلت بكوبايه من الزبادي، معلقه كبيره من الصويا صوص، ومعلقه كبيره من دبس الرمان. هنزل كمان بمعلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومعلقه صغيره من الكزبره، معلقه صغيره من البابريكا، وبهارات الفراخ. هنزل عليهم بعصير ليمونه، وبعد كده هقلب التتبيله كويس لحد ما التوابل والزبادي وكل المكونات اللي حطيناها يختلطوا مع بعض كويس ويبقوا معجون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هجيب بقى الفراخ، وطبعا الفراخ زي ما انا متعوده بنقعها في محلول النقع الاول اللي هو دقيق وملح وليمون، يعني مش اقل من 3 ساعات، وبعد كده بغسلها وهي ببدا بقى اعمل التتبيله بتاعتي. حطيتها في التتبيله وبدات ان انا ادعكها كده كويس، واحاول ان انا ادخل التتبيله جوه الجلد بالشكل ده. طبعا عايزين تستخدموا اوراق، عايزين تستخدموا فرخه كامله، الاتنين هيدوا طعم ونكهه مميزه جدا، بس انا بفضل دايما الاوراق عندي في البيت، فعشان كده استخدمت الاوراق. هسيب بقى الفراخ في التتبيله ليله كامله في التلاجة، وتاني يوم هبدا بقى ان انا احضر الخضار. قطعت 3 بطاطسات مكعبات، وكمان جزرتين، طماطمتين مكعبات، شويه من الفلفل الاخضر الشرايح، وشويه من شرايح البصل. طبعا الخضار حسب رغبتك، لو في حاجه انت مش بتحبيها ممكن تشيليها، حاجه بتفضليها اكتر وانا ما حطيتهاش ممكن تزوديها، يعني الخضار حسب ذوقك مفيش اي مشكله. نزلت عليهم بمعلقتين كبار كده من معجون الطماطم علشان يدوا لون حلو للخضار، وكمان نزلت بمعلقه صغيره من الملح، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود. نزلت كمان في الاخر برشه من الزيت على وش الخضار. طلعت الفراخ وحطيتها على وش الخضار، واي تتبيله زياده هبدا انزل بيها زي ما انتوا شايفين كده. حطيت كمان على وش الفراخ شويه من الزيت علشان يدوا قرمشه ولمعه حلوه لجلد الفراخ. غطيت الفراخ بورق زبده، وحاول ان انا ادخل ورق الزبده جوه الصينيه كويس، وكمان غطيتها بورق فويل. دخلتها على فرن درجه حراره 200، خدت معايا ساعه، ولو حسيتي ان هي ما خدتش وش او اتحمرت من فوق بالشكل ده ممكن تشغلي عليها الشوايه، يعني دقيقتين 3 لحد ما تاخد الوش اللي انتوا شايفينه ده. قدمت بقى الفراخ والخضار بتاعي مع شويه رز بالشعريه، شويه الخضار مع الرز بالشعريه يودوا في حته تانية حرفيا. حابه كمان ان انا اوريكم الفراخ من جوه قد ايه هي دايبه، وطعم التتبيله حلو جدا، وريحتها كمان في منتهى الجمال. جربوا الطريقه دي ومتاكده ان هي هتعجبكم.